اعمل ايه عشان نروح المصيف دوت. ما انا لو قلت له هيقول لي لا، وفي اولويات والظروف ومش عارف ايه. فكر في خطة مقنعة. الو، ايه يا حبيبتي عاملة ايه؟ لا معلش بقى، روحي انت بقى السنة دي وبسطوا انتوا، وان شاء الله السنة الجاية يكون انا ظروف مع مصطفى حلوة وكده وهنروح معاكم. والله انا كان نفسي ايوه كان نفسي اروح قوي برضو معاكم، وانا كمان. بس هعمل ايه؟ مصطفى الظروف معاه مخبطة ووحشة. فالسنة الجاية بقى ان شاء الله، السنة الجاية نصيف سوا. ما تشيليش هم، انت روحي انت وبستي. لا يا حبيبتي والله، ده هو لو الدنيا حلوة والله كنت قلت لمصطفى وكنا طلعنا معاكم. اه يلا معلش متعوضة. ماشي يا حبيبتي، سلام. ليه يا حبيبتي بتتكلمي مين؟ ده صاحبتي ايمان. في حاجة ولا ايه؟ لا ده كانوا طالعين المصيف وكانوا عايزيننا نروح معاهم ونقضي اسبوع سوا وكده، بس انا عارفة ظروفك. فقلت لها لا بقى خليها السنة الجاية بقى نبقى نطلع سوا وكده. مش لازم احنا السنة دي. ايوه. طيب وماله ايه؟ طيب يعني انت مش قادرة تطلعي السنة دي يعني؟ ايوه انا عشان عارفة الظروف اللي انت فيها يعني والدنيا مخبطة معاك. فمش مشكلة بقى السنة دي، نعوضها السنة اللي جاية ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. طيب بقولك ايه يا حبيبتي؟ نعم. قومي جهزي نفسك كده والبسي احلى طقم كده عندك كده وجهزي نفسك. لا لا روح بس فين؟ انا عارفه. جهزي احلى طقم. لا السنه الجايه نروح تكون الدنيا متظبطه معاك. وجهزي كده ان اكل حلوه كده اهوت وبتاع، وكلمي صاحبتك وقولي لها يلا احجزي لنا دور معاكي. بجد؟ يعني هنروح؟ طيب خلاص، انا هخش اكلمها من الاوضه. هكلمها في الاوضه اقول لها ان احنا رايحين. طيب ماشي. لبست نفسي.